في نهايه الريفيو بتاعتنا مستضيفين احد مالكي اوبل انسيجنيا ومؤسس جروب اوبل اونرز جانج، زعيم العصابه مهند النعماني. حابين في البدايه عرفنا بنفسك. في الاول انا حابب اشكرك يا اسلام عن المجهود الكبير اللي عملته النهارده انت والكاست بتاع بيج تيربو. انا مهند النعماني، شغال مدير خدمه عملاء في احد البنوك، والفاوندر بتاع جروب العصابه. اهلا بيك يا مهند. اهلا بيك يا اسلام. طيب في البدايه لو حبيت تكلمنا عن تجربتك مع العربيه، اشتريت العربيه امتى؟ هل كنت محتار ما بينها وبين موديل عربيه تانية؟ والله انا جايب العربيه مارس 2014. كانت لسه العربيه وجه جديد موجود في السوق، محدش اسمها يعرف عنه حاجه، وكانت بالنسبه لاي حد يفهم في العربيات كانت تجربه ريسكي جدا، لان كان نوعا ما اوبل في مصر هنا كان بعد فيكتور سي، انت عارف موقف في انتاجها في 2008 لحد ما بدات تظهر الاسترا جي والانسيجنيا، كان نوع سمعه الاوبل عموما في مصر هنا مش قد كده. فكان كل اللي يعرف ان انا بفكر ان انا اجيب اوبل كان بيقول لي بلاش، وموضوع ريسكي جدا. انا كان معايا قبل العربيه دي كان كيا بيكانتو. طبعا انت هتستغرب جدا ان انا كان مع احترامي للعربيه طبعا كان بالنسبه لي صدمه حضاريه، وكنت خايف ان انا طول ما انا ماشي اخبط بيها وكده. عايز اقول لك ان كانت بعيده عن تفكيري تماما. العربيه دي كان بدايه طموحي باديه بالاسترا الهاتشباك، وبعد كده بدات ابص على السيدان لحد ما شفتها واقفه في اجانس مره، يعني خطفت قلبي زي ما بيقولوا من فتحه الباب حتى. انا بعد ما بعت العربيه قعدت 3 شهور كامله اذاكر العربيه دي واشوف الكومبيتيتورز الموجودين ايه والفيدباك بتاعت كل عربيه. مش هضحك عليك واقول لك ان هي كانت رقم واحد بالنسبه لي. كان في نفس مجال التفكير كان البيجو 508، وكان عندي الباسات سي سي، وكنت بفكر في حاجه بي ام موديل قديم شويه مثلا 2010 او 2011. بس لما بدات اذاكر العربيه دي كويس واعرف الاوبشنز، انا عايز اقول لك كنت بطلع من الشغل كل يومين 3 اقعد اعرف الاوبشنز، لدرجه كنت بقول للسيلز هناك ده فيها اوبشن كذا وبتاع. بداوا يتعلقوا. انت عارف لما تجيب حاجه انت حاببها فبتبقى بالنسبه لك يعني ساتيسفايد جدا ومالي عينك. لحد ما استقرينا على التوب لاين. انت عارف بقى الواحد يعني انا بالنسبه لي قرار شراء عربيه ده قرار مصيري، فحابب لما يبقى اجيب حاجه اجيب احسن حاجه فيها عشان ما ندمش واقول يا ريتني كنت جبت الفئه الاعلى او الكلام ده كله. فخدنا القرار وجبناها 1 مارس 2014، وكنا بنحتفل بعيد ميلادها الثالث لسه من كام يوم كده، وربنا يبارك لي فيها يعني ان شاء الله. ربنا يبارك لك. طب لو سالتك سعر العربيه ساعتها كان كام؟ بلاش عشان الحسد. بص مش هضحك عليك، انا لو في الوقت ده دلوقتي يمكن ما كنتش هقدر اجيب العربيه دي، لان نوعا ما سعرها بقى اكزاجريتد قوي، ولكن مقارنه بباقي العربيات لا، هو ممكن نبص ان هو ريزنبل مع الباقي. هي كان اول ما بدات ابص عليها كانت اول فئه خالص كانت ب 245، وتاني فئه 275، والفئه الثالثه كانت ب 290، بس كانت بتتباع باوفر برايس لانها كانت قليله قوي في مصر. فانا جبتها تقريبا كان ب 295. احنا النهارده انت زي ما انت قلت في الريفيو بتاعك العربيه داخله على 600 بخطوات سريعه، فطبعا فرقت جدا في السعر، ولكن العربيه يعني تحتفظ بقيمتها تماما حتى مع مرور الزمن، لان يعني انا شايفها زي ما بيقولوا عليها في المانيا the best we have ever made، افضل ما صنعوا الالمان بالنسبه لاوبل يعني. فكان سعرها طبعا ساعتها مغري جدا الناس تشتريها، وعشان كده بدات دلوقتي زي ما انتوا اكيد ملاحظين في الشوارع ان هي بقت منتشره بشكل كبير جدا يعني. طب لو حبيت تكلمنا عن مميزات وعيوب العربيه من وجهه نظرك، انت احد مالكي العربيه تقريبا بقالك حوالي 3 سنين، فاكيد على وعي تام بالمشاكل العربيه اللي واجهتك او مميزاتها اللي لفتت نظر الناس وانت فيها. تمام. زي ما احنا عارفين ومتفقين تماما مفيش حاجه بتبقى نازله كامله، كمال لله وحده، لان في الاول وفي الاخر ايا كان براند العربيه اللي انت راكبه بيصنعه بني ادم زيه زيك، فوارد ان يبقى معرض ان يبقى فيها ديفوهات معينه. بس الفكره اللي احنا بنحاول نتكلم فيها هل الديفوهات او العيوب اللي موجوده في العربيه دي قابله للحل ولا لا. على مدار 3 سنين وشهرين اهو اللي هو امتلاكي ليها، وبحكم نوعا ما ان انا الفاوندر بتاع جروب فبيعدي عليا يعني تجارب ملاك كتير جدا، فبدانا نستنبط المشاكل اللي موجوده في العربيه، تحديدا الموديل بتاع 2014 لان كان عليه لغط كتير قوي. انا حابب ان انا اوضحه للناس المقبلين على الشراء او الاكزيستنج كلاينتس دلوقتي او الاكزيستنج اونرز. العربيه اول ما نزلت زي ما احنا عارفين كانت تيربو، البنزين بتاعها المفروض ان هو ريكومندد 95،
ولكن طبعا انت عارف سوق بنزين بلدنا هنا، فكانت العربيه عشان هي سنسيتيف قوي، كان البنزين السيء كان بيؤدي لتلف البوجيهات بتاعه العربيه، وبالتالي كان بيعمل انجن فيلر. مظبوط. ظهر كذا كيس، الكلام ده كان في بدايه، فيعني من نقول شهر 3 لحد شهر 7 أو 8 2014، لان كان في مشاكل في المواتير بتاعه عدد محدود جدا من موديلات 2014. لما بدات القصه تبدا تزيد، بدانا نريز الموضوع مع التوكيل، ان يا جماعه شوفوا الحل للقصه دي لان احنا بنتضرر. وبالفعل التوكيل خد اكشن سريعه، ان هو بدا يغير البوجيهات بتاعه العربيه بحاجه تبقى اقوى اكتر وتستحمل اكتر، اللي هي الان جي كي بلس، ان هو عمل تعديل للسيستم او السوفت وير بتاع العربيه، بحيث ان هو لو في بنزين سيء او في شوائب مش كويسه فيه، بدل ما يحصل موضوع الانجن فيلر، لا بيسبب ان العربيه تبقى نوعا ما مكتومه شويه، وده يؤدي على احفاظ الموتور نفسه. الحمد لله انا 2014 وما حطيتش فيها نقطه بنزين 95، ولحد النهارده العربيه ماشيه معايا بيرفكت، وانا وغيري كتير جدا. فالقصه دي انا حابب اطمن الناس، هي كان عدد محدود جدا لا يتجاوز ال 20 او ال 25 عربيه، يعني كومبيرنج بعدد عربيات 2014 اللي هو ممكن نتكلم في 1400 عربيه، نسبه ما تكملش 1% يا جماعه. فهي مش عيب في العربيه، ولكن كان عيب في البنزين، وتصلحت القصه دي. وستارتنج من 2015 فيما بعد التوكيل نزل موتور بكود جديد. القصه دي نسيناها خالص، لدرجه ان احنا بقينا بنتندر بينا وبين بعض، يا فاكرين ايام زمان ما كان بيحصل القصه دي وبتاع. وحتى الكيسز اللي كان حصل فيها المشكله دي كنا الحمد لله بنتواصل مع التوكيل، في كيسز اتغير لها الموتور بالكامل، وفي كيسز تانية العربيه بالكامل اتغيرت، فما اعتقدش ان حد اتضر منها جدا. العربيه ماشيه محترمه في السوق. و2014 يمكن عشان كان اول برودكشن نزل للعربيه، فنازله فولي لودد بالاوبشنز كتيره. مش عايز اعاير بتوع 15 و16 نتشال منهم اوبشنز من اللي عندنا، هم طبعا نزلوا تاني، ولكن 2014 عربيه محترمه جدا، وهي اللي ثبتت كفاءه الانسيجنيا في مصر. لان لو كان الموديل ده اتهاجم وكان اتحارب، ما كانش باقي الموديلات اتباعت بشكل كويس. مظبوط. المشكله الثانيه اللي كانت ظهرت مع الاستعمال، العربيه عشان وزنها تقيل جدا، فالفرامل بتاعتها كانت الناس بتشتكي ان التيل بتاع التوكيل نوعا ما الكواليتي بتاعته مش قد كده، وبالتالي كان بيسبب ريجه وتعريج في الطنابير، وكانت بتسبب تآكل فيما بعد. فطبعا ما كانش منطقي ان عربيه بسعر محترم وبمايلج قليله يحصل فيها المشكله دي. قدرنا الحمد لله نتواصل مع التوكيل ان احنا نوصل لجنتلمان اجريمنت كده، ان طالما المالك للعربيه بيركب تيل التوكيل ومنتظم فيه يعني محافظ على صيانته، ولو لا قدر حصل دامج في الطنابير بسبب التيل، بتبقى الموضوع على حساب التوكيل. وبدأ التوكيل نفسه ياخد خطوات ان هو يغير من الكواليتي بتاعه الطنابير التيل نفسها، بحيث ان ما يبقاش فيها مواد نحاسيه اكتر انها تسبب ريجه في الطنابير وكده. دي كانت برضو من ضمن المشاكل اللي كانت مسببه مشاكل الناس، زعل الناس. ظهر برضو شويه كده مشاكل، مش هقول فرديه ولكن عدد محدود، ان كانت الفبره نوعا ما بتاعه الكرسي كان لما بيحصل عليها بريشر او حاجه كان بيحصل فيها كراكس او كده، ودي كانت بالكامل بتتغير على الضمان. كان في شويه اصوات غير معلومه المصدر، كان من ضمنها صوت كان خبط او دقدقه في الناحيه اليمين، كانش الناس عارفه ده سببه ايه. مع الخبره ومع مرور الوقت وكده بدانا نعرف ان ده كان بيبقى محتاج تربيط قواعد الموتور. في العموم يا اسلام المشاكل بتاعت العربيه اندر كنترول تماما، يعني انت تقدر ان انت تسيطر عليها، ومشاكل الحمد لله مش كريتيكال انها تسبب حاجه كبيره في العربيه، زيها زي اي مشاكل موجوده في عربيه تانية. ولكن الفكره ان احنا الحمد لله بالتواصل مع التوكيل المشاكل كلها اندر كنترول، والناس ساتيسفايد بنسبه كبيره جدا من العربيه الحمد لله. جميل. طيب بالنسبه لصيانه العربيه وقطع الغيار وتعامل التوكيل مع مالكي اوبل انسيجنيا او اوبل في مصر عموما، انت ايه رايك في معامله التوكيل للعملاء؟ هقول لك على حاجه، النقطه دي يعني حساسه جدا، وانت يعني خبطت في حته بالنسبه لناس كتير شائكه، الا وهي التوكيل. انا واحد من الناس، يعني هي موضوع انك تشتري عربيه بتبقى زي ما اتفقنا بتختلف من شخص لشخص، بتبقى كالتشرز مختلفه. في واحد بيشتري العربيه عشان باصص فيما بعد لما هيجي يبيع هيخسر ولا هيكسب، في واحد تاني بيشتري العربيه عشان سمعه التوكيل، في واحد تالت بيشتري العربيه عشان هو مقتنع بالعربيه بغض النظر عن الكلام ده كله. انا من النوعيه دي. انا كنت بسمع كلام كتير عن التوكيل بتاع اوبل منصور، ان الناس بتشتكي منه، الاسعار، الصيانات، الكواليتي، الكلام ده كله. بصراحه انا ما اهتمتش بالموضوع ده، لان انا كنت مقتنع جدا بالعربيه ومش فارق معايا اي حاجه تانية. على مدار ال3 سنين انا بتعامل معاه بحكم قبل ما اكون انا مؤسس لجروب كبير فيه اكتر من 30,000 عضو، انا مالك للعربيه زي الناس. لما بدانا نتعامل مع الناس هناك ونتعامل مع الاستاف الموجودين،
فوجئت ان اللي بيتقال عكس اللي احنا بنشوفه. الناس متعاونه معانا، في مشاكل كتير جدا لما بنبدا نكونتاكت معاهم بتتحل. مش هقول لك ان منصور زيه زي باقي التوكيلات بيرفكت، لا، زي ما اتفقنا ان الكمال لله وحده، عنده قصور، ولكن احنا كجروب لما بنلفت نظر التوكيل للقصور دي او المشاكل دي بلاقي ان الريسبوند بتاعه بوزيتيف جدا، وبيبدا يحاول ان هو يعدل من الكلام دوت. اسعار قطع الغيار مش هضحك عليك واقول لك ان هي عاديه او في المتناول، لا، هي نوعا ما غاليه سنه، ولكن لما نيجي نبص على المنافسين بتوع في نفس الفئه هنلاقي ان الاسعار قريبه شويه. بس احنا قدرنا نتغلب على القصه دي كجروب العصابه، ان احنا قدرنا نتعاقد مع المراكز المعتمده من منصور ان هم يوفروا لنا ديسكاونتس على قطع الغيار وعلى الصيانات، بحيث نخفف العبء شويه عن الملاك. التوكيل لما بيبقى فيه مشكله كبيره، لما بنتواصل مع حد منهم هناك، الناس ما بتتاخرش تماما. اي مشاكل، سياسه منصور في اوبل ان هو 3 سنين ضمان بتاعها، في بعد ال3 سنين حاجه اسمها سياسه الجود ويل او اللي هي حسن النيه. لو انت منتظم في صياناتك ولا قدر الله حصل مشكله او الكلام ده كله، هم بيشيلوا نسبه كبيره جدا من التكلفه بتاعتها. فحتى هذه اللحظه الحمد لله العلاقه بيننا وبين التوكيل اعتقد ان هي ماشيه في المسار المظبوط. بنكمل بعض. احنا لما بتبقى في حاجه احنا محتاجينها بنتواصل مع التوكيل بيكملوها، لما عندهم مشاكل بنتواصل معاهم. الحمد لله كنا سبب في حل مشاكل اغلب ملاك الاوبل في مصر. فالعصابه ظهر كبير للملاك بتوع اوبل بالتعاون طبعا مع التوكيل، ولكن في المجمل الصيانات بتاعتها يعني نقدر نقول ان هي فوق المتوسط بسنه بسيطه. ولكن انت برضو بتبص لها نسبه وتناسب، انت راكب عربيه الماني وعربيه سيفتي، فنوعا ما بتحتاج انك تصرف عليها شويه عشان تعمر معاك وتفضل محافظه على قيمتها وهي موجوده معاك. جميل. طيب سؤال محرج شويه، لو ما كنتش انت اشتريت اوبل انسيجنيا واسست الجروب عصابه الاوبلاويه، كان ايه اقرب عربيه تقدر تشتريها وتاسس جروب ليها تسميها عصابه برضه؟ بص يا اسلام، انا حاولت اسال نفسي السؤال ده كذا مره. كان ممكن بدل عصابه الاوبلاويه تبقى عصابه ايه تاني؟ حقيقي انا ما يعني لو رجع بيا الزمن وفي نفس التوقيت ان انا اشتري العربيه، ما كانش هيملى عيني غير الاوبل انسيجنيا. وعلى فكره انا العربيه بتاعتي 2014 مش وارد اطلاقا ان انا اغيرها ببراند تاني، انا هعيش فيها واموت فيها. وده يمكن سبب ان انا عدلت في العربيه بتاعتي زي ما انت وضحت في الريبورت المحترم بتاعك. انا حلم عمري ان انا كنت اشتري عربيه زرقاء، فالناس كلها هجمتني انت مجنون، انت ازاي ترش عربيه فابريكا اللون دوت. ولكن انا في اعتقادي الفابريكا دي او حاله الفابريكا دي بدعه ابتدعها المصريين عشان بس يحافظ على عربيته لما يجي يبيعها. انا العربيه بالنسبه لي هي اداه او وسيله لان انا استمتع بيها. فلو انا راكب عربيه فابريكا بس انا مش مبسوط بيها ملهاش قيمه عندي. فما كانش هيملى عيني غير الانسيجنيا، وما كانش هينفع يبقى فيها عصابه غير عصابه اوبل. وان شاء الله تفضل العصابه ممتده على طول اجيال واجيال، وتعملوا معانا تقارير مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. اصيل يا والد. طيب العربيه اوبل انسيجنيا توب لاين ب 560 الف جنيه، هل مهند كان هيشتريها النهارده؟ انت بتقر ولا ايه؟ لا انا وضحت لك، قلت لك بصراحه لا كامكانياتي انا كوضع دلوقتي انا كان هيبقى بالنسبه لي صعب ان انا اشتريها، كانت هتبقى طالعه من عيني جدا، ولكن كان هيبقى صعب ان انا اقدر اشتري عربيه بالسعر ده دلوقتي كمهند. غيري كان ممكن يقدر يعمل كده، انما لو من فتره كان في بدائل تانية ما كنتش هينفع افكر في اي حاجه تانية غير اوبل انسيجنيا وتوب لاين كمان تحت. لا اقصد السعر مقابل الجوده اللي قصادك، هل تقدر تشتري اوبل انسيجنيا بالسعر العالي ده، ولا هل كنت هتفكر في عربيه تانية، عربيه مستعمله؟ لو فكرنا بنفس البادجت دوت في عربيات تانية مش هلاقي حاجه محترمه تقدر ان هي تحافظ على قيمه فلوسي في العربيه دي. وبصراحه ما فيش احسن من ان انت تركب عربيه فابريكا ايا كانت العربيه الموديل اللي انت هتشتري لو حاجه يوزد او الكلام ده كله. فكره انك تبقى راكب عربيه انت اول رجل فيها دي بالنسبه لي مطمئنه جدا. فحاليا في الوضع اللي موجود دلوقتي هات لي سعر، هات لي قيمه عربيه بنفس السعر دوت اقدر احط فلوسي فيها وابقى انا مطمن، مش هتلاقي. فانا شايف ان الانسيجنيا بالسعر دوت احسن اختيار لحد بيدور على عربيه تبقى سيف موجوده معاه. بالنسبه للسؤال الاخير في الانترفيو، تحب تقول ايه للي محتار يشتري اوبل انسيجنا ولا محتار يشتري منافسيها الستة؟ انت بتجربتك للعربيه تحب تقول له ايه؟ سريعا كده عشان تبقى الاجابه واضحه، السؤال ده بيتسال لنا تقريبا بمعدل كل ساعه على الجروب. يا جماعه انا بفكر ما بين اوبل انسيجنيا وكذا، ما بين اوبل عموما وما بين مش عارف ايه. انا عايز اوضح له اقول له حاجه بسيطه جدا، مش شرط انك تختار احسن حاجه موجوده في السوق. في فرق ما بين انك تشتري الاحسن وانك تشتري الانسب.
ممكن تبقى الاوبل انسيجنيا مش احسن حاجه موجوده في الماركت، ولكن هي انسب حاجه بالنسبه لي بتساتسفاي الحاجات النيدز اللي انا محتاجها. فانا نصيحتي للمقبل على الشراء اوبل او انسيجنيا او اي موديل تاني تحديدا، اركب العربيه، اتكلم معاها وما تستغربش لما اقول لك اتكلم معاها، اقعد وحاول شوف الاوبشنز اللي فيها، حط لنفسك حاجه اسمها نيدز ليست، شوف انت محتاج في العربيه 1 2 3 4، شوف مين في العربيات اللي بتحاول ان هي ترضيك في الرغبات اللي انت محتاجها دي. الاوبل انسيجنيا تحديدا عربيه محترمه جدا، ما اعتقدش ان حد ركبها ومشي وجنبه عربيه في الشارع وعينه زاغت عليها وقال يا ريتني جبت العربيه دي. دايما كان الشو اللي احنا بناخده ان العربيه وانت ماشي بيها كله بيبص عليها. فالانسيجنيا قرار صائب جدا، فكر فيه كويس لان هي هتبقى شريكه حياتك التانية بعد مراتك. فكر فيها، وبالتوفيق لكل اللي بيفكر في الشراء العربيه ان شاء الله. جميل. بكده وصلنا لنهاية الانترفيو مع مهند النعماني، ادمن جروب اوبل جان اونر او مؤسس الجروب، احد مالكي العربية من سنة 2014. بنشكرك مهند على الانترفيو. انا اللي بشكرك جدا يا اسلام، انت وكاست العمل بقياده احمد وبيج تيربو، ونتمنى ان شاء الله ان يبقى مش اول تقرير ولا حاجه، ونشوفكم على خير ان شاء الله. باذن الله، باذن الله، ونشوفكم في انترفيوز جديده. السلام عليكم.